السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل ايه؟ دي ايه اللي في الصينية دي يا ام شاذة؟ عاملة ايه الوصفة بتاعتك النهاردة يا ام شاذة؟ هقول لكم الاول. يلا نصلي على الحبيب المصطفى ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. طيب انا الاول عاوزه اتاسف لكم ان انا اتاخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات. بقى لي فتره ما نزلتش فعلا، بس عشان كان عندي مشاكل في القناه والله. وبصراحه يعني لسه في مشاكل عندي في القناه، فانا قلت يعني اصور وانزل فيديو وخلاص، يعني لعل وعسى يكون خير. طيب يلا ندخل في الفيديو بتاعنا. نصلي على الحبيب المصطفى، وبايدك الجميله تعملي لايك، وباي تعليق يا جماعه لو حرفين بس علشان خاطر يعني القناه حالتها في الانعاش. هنقول اللهم صل على النبي. انا بعمل هنا ايه؟ بعمل تتبيله مخصصه كده للفراخ. طيب تتبيله مشويات بس جميله قوي قوي والله العظيم، وتحفه، وهتفرق معاكي كتير كتير. وفي مكون خطير خطير بين المشويات نقله تانية خالص خالص خالص. طيب معانا ايه؟ انا حطيت هنا فلفل اسمر وبابريكا وكاري وكركم وكزبره وكمون. يعني حطي جميع البهارات اللي عندك، ما تبخليش، مع ملح وشويه زيت. تمام. طيب هتعملي ايه بعد كده يا مشاذة؟ انت مش هتحطي بقى ميه بصل، هتضربي طماطم، لا. انا جبت هنا دبس الرمان. صدقوني الحاجات دي بتنقل المشويات جميلة، حتى والله لو هتعملها على البوتاجاز من فوق، لو هتعملها في فرن البوتاجاز من غير فحم ومن غير حاجة تبقى جميلة. دي انا برضو مسويها كده. حطيت دبس رمان، حطيت صويا صوص، حطيت ايه، البتاع اللي اسمها إيه؟ الصويا دهيت. وقمت حاطها. ماشي. حطيت كل دي مع شوية زيت وقلبت وتبلت الفراخ. طيب طيب يا ام شاذة، يعني ايه الجديد اللي انت عملتيه؟ لا انا بصراحه مزج الثلاث اطعمه ده هم مع بعض في المشويات، بصوا رهيب رهيب. انا قمت رايحه جايه ايه عاملاها، يعني بصراحه يعني ما كنتش اغراب. كنت في العطاره بشتري بهارات وكده، فبعدين لقيت الثلاث ازاز دول عليهم عرض ب50 جنيه. الثلاث ازاز دول بصراحه لقيتهم سعرهم جميل. قمت رايحه ايه جايباهم، قلبت كله في بعضه لخبطيطه كده. وقمت رايحه جايه بعد كده جايبه الفراخ بتاعتي وعاملاها ومتبلاها في الخلطه دي بس. وخلاص يا ام شاذة، من غير زبادي من غير لبن من غير اي حاجه، كده وخلاص. كده وخلاص. ماشي. وجربها وعلى مسؤوليتي. بس في الاخر بقى هنعمل خطوه كده جميله جميله هتفرق بصراحه. طبعا ببدأ هنا الفراخ، هنا انا غسلاها ومنضفاها ومخليها فل، ونقعها بالميه والليمون والملح. ما بضيفش خل يا جماعه لان ما بحبش الخل، بحس ان هو بيبوظ الحاجه كده مش حلو. ماشي. فهنا ايه هتبلها ومقطعاها مشققه، طبعا مخرماها كده ومشققاها بالسكينه علشان التتبيله توصل فيها لما للعظم، تبقى طعمها جميل كده وتبقى شاربه الملح وتبقى حلو. يا سلام يا سلام بقى لو انت قمت رايحه جايه زي الشطوره كده وعملت التتبيله دي والخلطه دي على بيات، وقمت حاطه الفراخ دي في التلاجة. بصوا خيال خيال. جوزك هيشكرك، يعني بصي مش هيخرج من البيت. بس يعني بسم الله ما شاء الله، يومها والله جوزي شكر فيها خالص وعيالي وكده. المهم انا هنا تبلت الفراخ وحطيتها، بس انا عشان ما اكذبش عليكم انا ما حطيتهاش على بيات لان انا كنت مستعجله يومها. خدت معايا في التلاجة حوالي ساعه ونص كده، ساعتين. وبعدين قمت رايحه جايه عشان كنت مستعجله كمان زي ما قلت لكم، حطيتها على البوتاجاز من فوق، وقمت جايه دخلها في الفرن. خدت لون وبقت تمام. وبعدين هقول لكم على الخطوه بتاعتي الاخير. طيب انتوا لسه ما صلتوش على النبي معايا؟ مش تصلوا على النبي يا جماعه ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. انت بنت عملت لي لايك، نسيتي تعملي لي لايك؟ ينفع كده؟ طب انت علقت لي على الفيديو سواء عاجبك او مش عاجبك، ينفع كده؟ لسه ما عملتش. طيب اروح احط الصينيه بقى في الفرن وارجع لكم اتكلم معاكم تاني. حطينا الصينيه في الفرن
وبعدين قمت رايحه جايه بصلتين كبار حلوين كده فضلة خيرك، وقمت عاملاهم مقطعهم جوانح، وطماطميتين برضو كده قطعتهم جوانح، وقرن فلفل على قرن شطيطه قطعتهم. هتعملي ايه يا ام شاذة؟ رحت على البوتاجاز جري، جبت صينيه حطيت فيها نقطه زيت، وقمت رايحه هوبا عامله ايه، مدبله البصل بس تتبيله كده ما حمرتوش، خليته يدبل كده، وبعدين ضفت الطماطم والفلفل، وحطيت شويه ملح بشويه بهارات بسيطه كده. تمام. وبعدين قمت رايحه اشوف دي الفراخ وهي في الفرن اهي بعد ما استوت. اصلا الصويا صوص ودبس الرمان والحاجات دي عامله لها لون جميل. وبعدين قمت رايحه جايه ايه، مسويه بقى الطماطم بالبصل بالحاجات دي وحطها فوق الفراخ، وقمت رايحه جايه زقاها في الفرن تاني. خدت لون زي ما انتوا شايفين كده، يلزمني لون بس لان انا مسويه كل حاجه. بس والله العظيم والله العظيم كان طعمها خيال. انا قمت يعني العيال وابوهم كانوا بياكلوا الدمعه اللي انا عاملاها على على الفراخ دي قبل الفراخ، كانت تحفه. فعيالي قالوا لي يا ماما اعملها كده على طول، والله من حلاوتها كل ما اجي اعمل فراخ يقولوا اعملها لنا كده. يلا بقى ما اطولش عليكم، السلام.